السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الجلاش اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بمكونات سهلة جدا وسريعة. كملوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تفاصيل وتعرفوا المكونات كلها بالظبط. اول حاجة بنعمل مع بعض المهلبية. بتبقى عبارة عن ايه؟ 3 مكونات بس، وهي لبن ونشا وسكر. حطينا اللبن وبعد كده بنضيف السكر بمقدار 3 معالق مثلا، والنشا نفس الكلام بالظبط. لو انت عايز السكر اقل بتقلل السكر، ولكن انا بحب يعني ايه السكر يكون طعمه ظاهر في المهلبية شوية. وبتقلبيهم كده على نار هادية، وبتفضلي جنبهم لحد ما تقلبي لحد ما يبدأ النشا يتقل معاكي زي ما انت شايفة كده، وتستمري في التقليب لحد ما يبقى عامل زي الكريمة كده. نفضل نقلب كده ونقلب جامد عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بعد كده هنا معايا زبدة ومعايا المهلبية. تمام. الزبدة بناخد مثلا حوالي 100 جرام، ومعايا هنا الجلاش. تمام. الجلاش تأكدوا ان انتوا جايبين نوع كويس زي نوع الصواف او رانيا مثلا، في انواع كتيرة كويسة. بجيب هنا عندي الصينية اللي انا هعمل فيها الجلاش، بدهنها كويس جدا بالزبدة. في ناس بتعمله بالزبدة وفي ناس بتعمله بالسمنة، بس انا بفضل الزبدة، بيبقى طعمها احلى من السمنة. السمنة بتضيع طعم الجلاش، بحس ان احنا مش عاملين جلاش يعني بفضل السمنة في البسبوسة، في الهريسة، في الحاجات التانية. لكن الجلاش انا بحب ان هو يتعمل بزبدة، بتخلي الورق مورق كده من فوق وبتديله قرمشة حلوة. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت اول طبقة وبعدين بين كل طبقة والتانية بدهن الزبدة. الزبدة بتفرق معانا في ان هي بتدي لون حلو، وبتخلي الجلاش من فوق بيقرمش. لكن السمنة ما بتديش القرمشة دي، بيبقى الجلاش طري شوية. ببدأ ان انا اضيف كل طبقة والتانية. لو الجلاش مقطوع مش طبقة كاملة بترصصيه عادي جنب بعضه. آه، اهم حاجة انك ما تسيبيش فراغات في الصينية، مفيش عليها مفيش عليها طبقات من الجلاش. وبتدهنيها كده كويس جدا بالزبدة. كل ما بتغطيها كويس بالزبدة كل ما بيكون افضل. بالنسبة للمهلبية انا ممكن اكون احط فيها قشطة، او ممكن احط فيها كمان كريمة لباني. وساعات بيبقى مش عندي لبن، بستخدم الكريمة اللباني وبحط عليها ربع كوباية مية مغلية، وبحط عليها القشطة والسكر. بتبقى طعمها جميلة جدا، بتبقى عاملة زي الكريمة يعني، متبقاش بقى مهلبية، بتبقى كريمة وبيبقى طعمها جميل جدا. ساعات بحبها اصلا اكتر من المهلبية. بعد كده بعمل اخر طبقة وبعدين بفرد عليها المهلبية بتاعتي. انا ما بحبش تكون المهلبية فيها كتيرة، لان انا بحبها تكون بتقرمش زي ما قلت لكم. فبحب ان انا اخر طبقة بحط عليها سمنة او زبدة بكمية حلوة. وبحب ان انا اقلل من المهلبية عشان تطلع معايا بتقرمش. حطيت الطبقة اللي بعد كده وبعدين غطيت الزبدة. هنا انا كنت حطيت زبدة كمان لان الزبدة كانت قليلة معايا، ف سيحت شوية زبدة كمان. وحطيت الطبقة اللي بعدها، وهفضل الف كده لحد الاخر خالص. وهدخلها معاكم الفرن بعد ما اقطعها. هدخلها على درجة حرارة متوسطة. انا دلوقتي بكون مسخنة الفرن بتاعي علشان اول ما تدخل ما تغيبش يعني في الفرن. كده انا خلاص خلصت اخر طبقة معايا، وهدخلها الفرن بعد ما اقطعها رباع كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. هقطعها بالنص بالطول والعرض، وبعد كده هقسم بين كل واحدة والتانية. العسل انا هقول لكم الطريقه بتاعته بتتعمل ازاي، اللي هو عسل الشربات. انا ما عملتوش معاكم في الفيديو، بس هو طريقته سهله جدا جدا. بيبقى عباره عن ميه وسكر، وبسيبهم على النار ما بقلبهمش، وبحط عليهم نص ليمونه. زي ما انتم شايفين كده طلعت معايا من الفرن. وببدأ بقى ان انا اصب عليها العسل بتاعي اللي معمول بالميه والسكر والليمون بس. وبحب قوي جدا ان انا احط معاه عود قرفة. هعمله معاكم ان شاء الله علشان رمضان، هخزنه لحلويات رمضان، وهعمله فيديو تاني. و هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تاني في الكومنتات. بس كده انا خلصت، ودي كان شكلها في الاخر.
وما تنسوش تقولي رأيكم ايه عليها في الكومنتات.